بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وراحه بال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى نسمي بسم الله ونكمل الفيديو بتاعنا. ايه رايكم بقى في الجمل والحلاوه دي؟ بصوا، هو الفيديو بتاعنا مش عبارة عن الطبق ده بس، لا ده هو فطارنا، الفطار بالحلو. بس انا اختصرت الفطار معاك لان عملته معاكم قبل كده يعني اكتر من مرة، فاختصرته. هنسمي بسم الله ونكمل الفيديو مع بعض. اهم حاجة تحطوا لايك، اهم حاجة اللايك ثم اللايك ثم اللايك. فبالله عليكم كده، اللي ما حطش لايك يحط لايك، اكتبوا لي تعليقات حلوة وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم في الشهر المفترج ده. ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا يا رب، ويصلح حالكم وحالنا وحال ولادنا وحال الناس كلها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. واللي لسه داخل عندي جديد، الناس اللي لسه داخلين عندي جداد، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني، وجودكم على راسي من فوق. يا ريت تشتركوا في القناه كده، اللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وكل جديد انزله يوصلكم باشعار على طول. هنا بقى انا هعمل ايه للفطار النهارده؟ هنعمل يعني ايه اكله على السريع كده على الماشي، بس انا يعني ايه، على اساس ان انا عملتها معاكم كتير قبل كده، فبصراحه انا ما كنتش هصور، بس قلت ازاي بقى كل مره اصور لكم كده. عايزه اقول لكم الفطار يعني بتاع امبارح بتاع اول، واخده منه اللقطه الاخيره كده، الشكل النهائي بس كده. فمش عارفه ليه باجي عند ما باجي احضر الاكل ما ببقاش عايزه اصور. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي فرخة طلعتها من الفريزر، فكت ونقعتها في مية بملح بليمون، وبعدين عملت لها بقى تتبيلة كده، يعني ايه، نفس التتبيلة بتاعت المشويات بالظبط. بس انا البصلة بقى ما فرمتهاش كده وعصرتها، لا سيبت عملتها حلقان كده. اللهم صل على النبي. يعني ايه، عملت بصلتين حلوين كده وفصين توم على قرنين شطة خضر ودقيتهم في الهون، والتوابل بتاعتي بقى فلفل اسمر وكمون وكزبره، وزعتر وروزماري، وايه تاني، وصويا صوص، جبس الرمان، دبس الرمان، يعني اي حاجه بقى ايه اللي انت حابه تحطيه حطيه، وزيت ومعلقه خل، وشطه من اللي هي الحمرا دي، مع ان انا حاطه شطه خضرا برضو على الثوم. معلقتين صلصه، ما حطيتش طماطم يعني خالص، صلصه انا مسبكاها ومفرزاها، حطيت حوالي معلقتين تلاتة كده حلوين. لو عندك صلصة من اللي هي الجاهزة المعلبة ديت مفيش مشكلة. انا بصراحة ما كنتش هضيف معاها بطاطس خالص، قلت هعملها كده بالتتبيلة دي زي ما هي كده والبصل وكله، وازقها في الصينية في الفرن وخلاص على كده. بس جيت في اخر لحظة خالص وخلاص هحطها في الصينية، يعني ضربت في دماغي كده ان انا اقشر حبيتين بطاطس، لان البطاطس لما بحطها في التتبيلة بتاعت الفراخ دي بدون طماطم بدون صلصة بدون اي حاجة، عايزة اقول لكم تبقى احسن من اللي هي مطبوخة كمان، تبقى خطيرة، بتبقى شاربة من التتبيلة بتاعت الفراخ كده، ويبقى طعم البطاطس كمان احلى من الفراخ. انا حاطة زيت في التتبيلة، بس قلت احط برضو ايه على وشها كمان معلقتين كده، وسبتها حبة حوالي ساعة كده في التتبيلة. انا طبعا ما تبلتهاش معاكم على اساس ان انا ما كنتش ناوية ان انا اصور يعني. تمام. فانا قلت بقى ايه، هشرح لكم يعني، اقول لكم اللي انا حطيته بالظبط في التتبيله يعني. وحطيت مكعب مرق الدجاج كمان فركته عليها، والملح بتاعنا ظبطناه كده، وفضيناها في الصينيه زي ما شفتوا كده، ورحت مدخلاها بقى الفرن. وبعد ما دخلتها الفرن عايزه اعمل حاجه حلوه، مفيش عندي حاجه حلوه اعملها، هعمل ايه؟ عايزه اقول لكم الكنافه دي اللي كنت عاملاها معاكم كان فاضل الحتتين دولت في الطبق كده، مفروله بقى ومكسره وكده، زي ما انتم شايفين كده. اي بيت بيتبقى فيه حاجه من الحلويات اللي انت بتعمليها دي، حاجه اساسي يعني، واكيد اكيد لما بتكوني عامله كنافه مش بتخلص كلها، لازم يكون في حته حتتين فتويت فتافيت يعني، فراويل زي ما بيسموها يعني. المهم يعني ايه، ان انا فايض عندي دولت ومحطوطين في التلاجة تنهم لما نشفوا من التلاجة. قلت اعمل ايه، عندي لفة جلاش في التلاجة برضو في الفريزر، طلعتها تفك قبلها بشوية،
وهنعمل ميكس كده بين الكنافة والجلاش. هنعمل جلاش محشي بالكنافة والمكسرات. هي الكنافة كان فيها مكسرات وفيها كل حاجة والسمنة والشربات وكل حاجة. مسكتها بقى فركتها كده على ايدي زي ما شفتوا كده، وحطيت عليها كمان حبة مكسرات. يعني ايه اللي انا حطيته؟ بس جوز الهند وزبيب. لا اله الا الله. المهم يا جماعة، انا سيحت حتة سمنة كده وجبتها في الطبق اهو زي ما شفتوا. وجبت الصينية اللي انا هسوي فيها. هعملها صوابع كده، يعني رول كده. بصوا بقى، الجلاش اصلا يعني بقاله من قبل رمضان كده بحوالي 5 ايام وعندي في الفريزر. كل ده هيدانا، ما فيش مشكلة. يعني لو الجلاش عندك مكسر زي كده، كله بيتعالج. المكسر الورقة، نقي الورقة اللي هي السليمة خليها تحت خالص، والمكسر ده خليه فوق، بحيث ان انت لما تحطي الحشوة وتيجي تلفي، هتلفي المكسر ده جوه في قلب في قلب الرول يعني بتاع الجلاش. المكسر ده كله هنحطه في قلبه من جوه، مش هيبقى باين خالص. الورقة اللي هي سليمة هنخليها تحت، هيطلع معاكي مساوي مظبوط وزي العسل. انا بقيت انقي المكسر كله عشان خاطر لو اتفضل حاجة معايا يبقى اللي فاضل معايا السليم ينفع برضو في اي حاجة تانية. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يحط اللايك. كتروا بقى من تعليقاتكم الجميلة كده، ربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. بجد بجد تعليقاتكم هي اللي بتحمسني وبتشجعني وتديني القوة كده والشجاعة ان انا اقوم واصور وانزل كل يوم فيديوهات. ربنا يبارك فيكم يا رب، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وينعاد عليكم بالفرح والسعادة والخير والبركة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. دي اول لفة الفها. طبعا عشان كان فيها كتير متكسر، فانا لقيت الاطراف منحكشة. سويتها بالسكينة. تمام. كل المتكسر ده احنا هنلمه دلوقتي في قلب اللفة التانية. اي فتافيت هتقابلني هتلاقوني هحطها في قلب اللفة. كله هيتدرى في قلب بعضه. اهم حاجة الشكل النهائي في الاخر. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني ما تهدريش اي حاجة. الحاجة دلوقتي غالية. اي حاجة تفضل منك حاولي ان انت تفكري وتشغلي دماغك وت... وتستغليها يعني في حاجة تانية. هتطلع معاكي حاجة، يعني عايزة اقولك حاجة في منتهى الجمال وطعمها احلى واحلى. عايزة اقولكوا يعني بعد ما خلصتها والله العظيم 3 جميلة تحفة تحفة. وشكلها بقى يعني لو حد عندك، يعني لو عندك ضيوف ولا حاجة طبوا عليك وعايزة تقدمي لهم حاجة حلوة، آه دي تغني عن اي حاجة تانية خالص. الطبق اللي انتوا شفتوه في الاول ده يغني عن اي نوع حلو تاني. بصوا بقى، لو جيتي تلفي زي كده ولقيتي الصابع هيبقى تخين، لا يعني لقيتي انت شايفة السمك بتاعه ان هو كده خلاص كده معقول، لو لفيت تاني هيبقى تخين قوي، هيبقى مش حلو. وانت عايزة يعني مقاس او حجم معين لحد هنا، وتروحي بالسكينة زي ما انا ما عملت كده. ودي هتلفيها برضو، دي هتتلف لوحدها عادي خالص، مفيش اي مشكلة. هنا بقى كنت خلصت اللي هما حبة الكنافة اللي كانت باقية عندي في التلاجة. خلصتها خلصت يعني انا عملت على قدها، او الطبق فاضي اهو. فطبعا ما كفوش الصينية. عملت 4 صوابع يعني. تمام. فالصينية ناقصاها. انا معايا عندي مكسرات وعندي جلاش لسه. هل ان انا هدخل بقى الصينية ناقصة كده؟ لا طبعا. فقلت بقى هقلب شوية المكسرات اللي عندي على بعضهم كده، وهكمل كمان لفتين من الجلاش كده، والسمنة موجودة معايا برضو، وهكملهم وهحشيها مكسرات بس. هتكون احلى واحلى برضو، عشان خاطر تبقى صينية يعني على بعضها كاملة متكاملة،
وفي نفس الوقت تكفي برضو. ده بقى كان زبيب على سوداني على جوز الهند. اي بقى نوع مكسرات عندك او انت حباه او الموجوده عندك، دي اقل الامكانيات يعني في المكسرات، دي ارخص حاجه في المكسرات يعني. انت بقى عايزه تحطي عندك لوز، فستق، عين الجمل، اي انواع مكسرات، مفيش مشكله. كده خلاص كنت خلصت بقى خالص. كل ده انا كنت مدخله الصينيه اللي هي بتاعت الفراخ بالفرخه يعني، كانت في الفرن. قلت بقى استغل الوقت، وكنت عامله السلطه ومجهزاها من بدري يعني قبل ما ابدا معاكم اي حاجه خالص. عملت السلطه بعملها هي الاول واحطها في التلاجة. وطبعا قلت ايه، هعمل شويه رز ابيض، الرز الابيض مش هياخد مني اي حاجه خالص. فقلت استغل الوقت والصينيه لسه في الفرن، وكده كده الفرن هيكون داير. قلت استغل الوقت واعمل ايه، حبه الكنافه دولت، اعملهم بالجلاش كده. اطلع بقى الصينيه بالفراخ وادخل ورا منها على طول اللهم صل على النبي، صينيه الجلاش. قطعتها بقى صوابع الحجم اللي انت حباه، بس الحجم اللي انا قطعته ده عايزه اقول لكم معقول معقول، ويعني شكله شيك كده وجميل، ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي، عقلتين من صباع ايدك كده. هنا السمنه كانت جمدت معايا بقى عشان الجو يعني برد وساقعه وكده، فهي انا كنت مفككاها جمدت بقى، جت في الاخر كده وجمدت، بس ما فيش مشكله برضو، دهنا الوش بتاعها. والشربات انا كنت مولعه عليه من قبلها، من قبل ما ادخلها يعني الفرن، عشان خاطر الشربات يكون بارد معايا، عبال هي ما تطلع هي سخنه والشربات بارد. لا اله الا الله. هنا بقى عايزه اقول لكم كده كان الفطار بتاعنا، او رز ابيض وسلطه وعصير فراوله وعصير جوافه. عايزه اقول لكم انا كنت يعني مطلعه كيس الفراوله من بدري يفك، على اساس هعمل فراوله بس. ف وانا بعمل في الجلاش كده، لقيت جوزي بقى الله يبارك له ويرزقه يا رب، لقيته داخل عليا جايب بقى ايه، جايب جوافه وجايب فاكهه يعني وكده، جايب فاكهه وجايب معاهم ايه جوافه. فانا بشيل الجوافه عشان اغسلها، لقيت فيها كام واحده تراي كده، هي سليمه وكل حاجه بس طيبه شويه طريه شويه. قلت والله ايه لا استغلها واخدها ايه، اعملها كوبايتين عصير كده في الخلاط جنب الفراوله. فانا اللي عاوز فراوله صبت له، واللي عاوز جوافه صبت له، شكلت يعني من ده ومن ده. وهنا بقى كانت الصينيه بتاعت الجلاش كانت طلعت، وادي الشربات. عايزه اقول لكم بقى بوريكم يعني ايه الكسرونه بتاعتي اللي انا عامله فيها الشربات اللي انتوا شايفينها دي، هتشوفوها دلوقتي مهببه من بره. ده كانت الانبوبه بتاعتي كانت خلاص بتشطب بعد ما خلصت الفطار وخلصت الجلاش وكل حاجه. كانت خلاص بتشطب، وهي لما بتيجي تشطب والولعه بتهدى كده بتاعت العين، بتلاقيها ايه تهبب الحلل كده او اي حاجه يعني ألمونيا تهببها يعني. انا كنت بوريها لكم يعني، هي العيون عندي مش بتهبب ولا حاجه، بس لما اللهم صل على النبي، لما الانبوبه بتكون خلاص بتشطب والولعه بتهدى خالص وتوطى، بتعمل معايا كده. هي عين واحده بس اللي بتعمل كده معايا. والحمد لله ان انا ايه خلصت الاكل بتاعي وخلصت الفطار وخلصنا الحلو وكل حاجه قبل ما الانبوبه ما تعملها معانا. وكمان احنا في صيام وحصه فطار، وده الشكل النهائي للحلو بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى الحلو بتاعنا ده خلص امتى، خلص بعد الفطار، عشان كده وريتكم الشكل النهائي للفطار. عشان خاطر الانبوبه كانت بتشطب وكانت الولعه بتاعه الفرن ضعيفه خالص، فانا سبتها في الفرن وخرجنا بقى بره في الصاله وفطرنا مع نفسنا كده. عبال ما فطرنا وخلصنا وشلنا الاكل، كان الجلاش بتاعنا استوى. قمت بقى ايه، كملته بقى زيت، عملته بالشربات يعني، سقيته بالشربات زي ما انتم شايفين كده.
بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.